كتقول لي اتقي الله في بلدك. اجي علاش انا غادي كطلب مني نتقي الله في البلاد؟ واش انا اللي سارق الذهب ديال طاطا؟ واش انا اللي سارق الفوسفات؟ واش انا اللي بعت البحر لاوروبا؟ واش انا هو اللي كنهجر المغاربه باش تقول لي اتقي الله في بلدك؟ الانسان اللي كيدافع على بلاده هو اللي تيقول الحقيقه، وتيقول هذاك الشفار انت راك شفار، وتيقول داك العياشي انت راك عياشي، وانت كتساهم في الفتنه وكتساهم كذلك في الفساد. لما تتكلم بهذا الاسلوب مع واحد اعلامي تيتكلم في الحق، ما معنى اتقي الله في بلدك؟ واش انا يا منوض فيها الحرب؟ قول لي، واش انا كنهز السيوفه وكنهبط للبلاد ونقطع في عباد الله ريوس ديالهم ونسرقهم باش تقول لي اتقي الله في واش انا اللي كنسرق لك الفلوس ديال التقاعد؟ واش انا هو اللي رفعت الاسعار ديال المواد الاساسيه؟ وقول لي جاوبني. فاعلم انك ذاهب لا محاله لمزبله التاريخ وبئس المصير. انا يشرفني انا نمشي للمزبله ديال التاريخ، ومن قبل الله سبحانه وتعالى نقول لك كنت كندافع على الانسان. انا يشرفني، انا ما بغيتش نكتب سميتي في التاريخ، ولا كنت غادي نكون في هذيك المزبله ديال التاريخ بالنسبه لك. المهم من قبل الله سبحانه وتعالى يقول لي جدلتي في الدنيا، غنقول لك كنت كندير لايفات في الفيسبوك. علاش؟ تنقول لك كندافع على المظلومين، كندافع على المعتقلين، كندافع على الحريات، على الديمقراطيه، كنت كندافع على العداله، وكنت كنحارب الفساد اللي منتشر عندنا في البلاد وما بين العباد.